في قلب الزرقاء بالأردن كان في حي اسمه المسلخ، معروف بسمعته السيئة. المكان ده كان مليان بالجريمة والشر، لكن وسط الفوضى دي كان في شاب طيب اسمه صالح أو حمدان، عايش حياة بسيطة ومتواضعة مع عيلته. لكن القدر كان مخبلنا ومخبيله مفاجأة قاسية لأول مرة هنسمع عنها. في يوم من الأيام صالح دخل في علاقة على الفيسبوك مع بنت شكلها محترم، لكن في الحقيقة كانت جزء من عصابة لواحد اسمه أبو علي، العصابة اللي اسمها مرعب واسمها معروف بالشر. صالح كان متفائل، لكن الأمور ما كانتش زي ما كان متوقع. قبل ما يعرف دخل في فخ شرير هيفتح ليه أبواب الجحيم. البنت اللي اتواصل معاها كانت فخ نصبوا ليه علشان يستدرجوه. ومش بس كده، صالح هيكتشف قريب انه بقى ضحية لأبشع انواع التعذيب والتنكيل. لكن في لحظة يأسه وهو بيصارع الألم وسط الظلام ده كله، كان في نور أمل لسه موجود. هتكون رحلة صالح مليانة تشويق ومفاجآت، وعندنا تفاصيل القصة اللي هتخليك تشد حيلك عشان تعرف كل حاجة عن اللي حصل ليه وازاي انتهت قصته بطريقة غير متوقعة. حابب تعرف القصة؟ خليك معانا في القصة الكاملة. 2020 في الأردن، وتحديدا في حي اسمه المسلخ الشهير في الزرقاء، هتنكشف لينا واحدة من أقوى القصص الإجرامية اللي عرفتها البلد. في قلب المنطقة المليانة بالجرائم دي كان أبو علي المعروف بلقب الزنخ، هو المجرم الأشرس والأخطر. العصابة اللي كان هو قائدها كان أفرادها مستعدين يضحوا بحياتهم عشان يوصلوا لأوامر، ومستعدين يموتوا أي حد من أجل ولائهم ليه. حمدان أو صالح واحد من سكان المسلخ كان عايش حياة هادية بعيدة عن مشاكل العصابة. كان شغال في مسجد الحي بجهد تطوعي، بيهتم بنظافته وترتيبه من غير ما ياخد أي فلوس، وبيقضي يومه في بيع الخضار في السوق. كان عايش في فقر، لكن عنده حلم بسيط إنه يعيش حياة هادية بعيد عن المشاكل اللي حواليه. لكن في لحظة غير متوقعة الأمور بدأت تنقلب رأسا على عقب. في يوم عادي، وبعد ما صلى حمدان الفجر في المسجد، راح علشان يشتري الخضار. اكتشف إنه ما عندوش فلوس كفاية. راح لبياع الخضار وطلب منه إن هو يديله بضاعة على أساس إن هو يسد الثمن بعد ما يبيع البضاعة. باع الخضار كان بيثق فيه حمدان لأنه كان دايما ملتزم وبيوفي بوعده. رجع حمدان لبيته، حضر عربية الخضار وبدأ يلف في الشوارع علشان يبيع. لكن لسوء حظه كان اليوم ده هادي جدا ومفيش حركة كبيرة. قعد حمدان ساعات طويلة في الشارع بيحاول يبيع الخضار، لكن مفيش حد بيشتري منه. وفي الوقت اللي كان فيه حمدان بيحاول بكل جهده، كانت الأمور في الحي ده بتتغير بسرعة. بدأ يظهر أبو علي الزنخ وعصابته في الحي. كانوا بيدوروا على شخص علشان يسأروا منه أو يتخلصوا منه، ولا يعرفوا إن هم على وشك إن هم هيواجهوا أسوأ كوابيسهم. في اللحظة دي حمدان كان في مكانه بيحاول بكل جهده علشان يبيع أي حاجة في اليوم ده، وهو ما يعرفش إن حياته هتتغير للأبد. العصابة كانت مستعدة لأي شيء، وللأسف حمدان كان ضحية للظروف الصعبة اللي حاولته. السر اللي كان مخفي خلف جدران المسلخ بدأ يظهر. قصة حمدان هتتحول لواحدة من أقصى الجرائم اللي هزت الأردن في حي المسلخ في الزعتر في الزرقاء بالأردن. كانت قصة حمدان الراجل الطيب اللي عايش حياة بسيطة على وشك إن هي تتغير تماما للأبد. حمدان كان راجل متواضع، يهتم بنظافة مسجد الحي ويبيع الخضار علشان يعيل عائلته أو أسرته. حياته كانت هادية لولا الشر اللي كان بيحيط بيه. في يوم عادي قرر حمدان إن هو يغير الشارع اللي بيبيع فيه. راح شارع فيه حركة أكتر، لكن في فترة الظهر وقف قدامه راجل وسأله بصوت شديد: مين اللي عطاك الإذن تحط عربيتك هنا وخضارك هنا؟ حمدان ما كانش يعرف إن الراجل ده تابع لعصابة أبو علي، العصابة اللي كانوا
بيجبروا الباعة إن هم يدفعوا نسبة من أرباحهم، واللي كانوا مش رحماء مع أي حد يرفض. حاول حمدان يطلب من الراجل يسيبه يبيع، لكن الراجل كان مصر وبدأ يضرب عربية حمدان على الأرض. حمدان اللي كان كبير في السن حاول يقاوم لكن مش قادر. بعد ما الوضع تفاقم، حمدان في آخر محاولة ليه دفع للراجل أو زق الراجل بقوة. الراجل وقع على الأرض ودماغه ضربت في الأرض وتوفى في الحال. حمدان ما كانش يعرف إن كان السبب في مقتل واحد من أهم أفراد عصابة أبو علي. الناس هنا بدأت تتجمع حوالين الراجل اللي مرمي في الأرض. حمدان فهم إن هو في خطر كبير. بسرعة راح أقرب مركز أمني وسلم نفسه هناك. طلب منهم يحافظوا على عيلته. السلطات الأردنية طبعا استجابت بسرعة، نقلت حمدان وعيلته أو عائلة حمدان إلى منطقة هادية وأمنة بعيد عن العصابة، وحرصوا كمان على أن العصابة ما تعرفش مكانه الجديد. ورغم جهودهم العصابة في البحث عن عائلة حمدان في كل أنحاء الأردن ما قدروش يوصلوا ليهم. لكن مع مرور الوقت اكتشفوا صفحة على الفيسبوك تابعة لابن حمدان الأكبر اللي هو اسمه صالح، اللي كان عمره 16 سنة. العصابة قررت تستغل الوضع ده وعملوا حساب وهمي لبنت على الفيسبوك. قدموها ان هي بنت مثقفة ومحترمة بتبحث عن شريك حياة. صالح اللي كان عنده حلم كبير في النجاح ودراسة القانون وقع في فخ البنت الوهمية، بدأ يثق فيها ويحلم بالزواج منها. في يوم اسود كشفوا العصابة حقيقة البنت الوهمية وبدأت خطتهم النهائية علشان تتحقق. في الزرقاء بالأردن تبدأ قصتنا بأحداث مأساوية هزت البلاد وأثارت الرعب في نفوس الجميع. في حي المسلح كان في شاب طيب اسمه صالح، وفي يوم من الأيام صالح كان على موعد مع بنت على الفيسبوك. بنت بتتظاهر بأن هي مثقفة ومحترمة، لكن الفتاة دي كانت جزء من خطة عصابة أبو علي اللي هو الزنخ، العصابة المشهورة بوحشيتها وجرائمها. صالح كان معاه أمل كبير أنه يلاقي شريك حياته، لكن للأسف كانت البنت دي فخ منصوب ليه. وفي الموعد المحدد جه عناصر العصابة اختطفوا صالح بسرعة، نقلوه لمكان معزول يسموه مدينة الشر. احتجزوه في بيت واحد من أفراد العصابة. هناك بدأت معاناته. العصابة بدأت تكسر في أصابع صالح واحدة واحدة باستخدام أدوات وحشية. بعدين قطعوا إيده اليمين وإيده الشمال واستخدموا السكين علشان يفجروا عينيه، وكل ده وهو بيعاني من غير لا حول ليه ولا قوة. بعد ما انتهوا من تعذيبه رموه في مكان بعيد على أمل إن هو يموت هناك. لكن القدر كان ليه كلمة تانية. فجأة سمع صالح صوت محرك سيارة قريبة، قام يزحف بصعوبة علشان يوصل ناحية الصوت. السائق لما شاف صالح كان في صدمة. طفل صغير مضروب وعليه دم. قرر السائق بسرعة ينقله لأقرب مستشفى. الطبيب أول ما شاف حالة صالح عرف إن هو لازم يتحرك بسرعة علشان ينقذه. بفضل ربنا ثم جهود الأطباء قدروا ينقذوه ويعالجوه. وبدل من إن هو يظل صالح وحيد في معاناته، جه السواق بذكاء وقام بتصوير حالة صالح ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو انتشر بسرعة رهيبة وأثار ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم مش بس في الأردن. السلطات الأردنية اتحركت بسرعة وبدأت عملية بحث واسعة، وكانت النتيجة أن هم يعتقلوا الزنخ وأفراد العصابة بالكامل. في مارس 2021 أصدرت محكمة أمن الدولة حكم بالإعدام شنقا على جميع أفراد العصابة، وبرأت شوية منهم على أساس أن هم ما كانش ليهم تورط كبير في الجريمة. بفضل العدالة تم إنصاف الضحايا. لكن السؤال اللي لسه مطروح لغاية دلوقتي هو إزاي ممكن نمنع جرائم زي دي؟ لازم نركز على تعزيز القيم الإنسانية ونبني مجتمع آمن. إيه ذنب الراجل اللي كان بيبيع الخضار في حاله علشان يصرف على ابنه ويصرف على عيلته، وواقف علشان يبيع عشان يجي واحد رئيس عصابة أو فرد من أفراد العصابة ويجي يرمي بلاه على حمدان الشخص الطيب المسن الكبير اللي ما كانش قدامه حاجة غير إنه يبيع الخضار، وده كان بيشتغل فيه طول حياته وطول عمره. ولما دافع عن نفسه الراجل
كان قدره انه مات. وبعد كده لما راح للسلطات وحطوه هو في الحجز وراحوا حبسوا عيلته، وهم شوف كانت يعني كان لدرجة ان هم اذكياء جدا. العصابة كانوا عارفين وسائل التواصل الاجتماعي وعرفوا يوصلوا للبيت اللي خدته السلطات لأولاد حمدان علشان يخفوا العيلة، علشان عارفين ان المجرم اللي بره الزنخ اللي كان اسمه ابو علي كان معروف عنه جبروت كبير جدا، لدرجة انه هو مش هيسيب حق فرد من عصابته زي ما كانوا هم بيموتوا نفسهم علشانه وبيعملوا كل حاجة. هو كمان مستعد انه يقضي على عائلة كاملة علشان ياخد طار واحد مجرم من المجرمين. ايه ذنب صالح الشاب الصغير اللي طالع لسه على الدنيا انه يحصل فيه كل ده؟ يقطعوا ايديه الاتنين ويخلعوا عين من عينيه. القصة موجودة على الانترنت، ممكن ترجعوا ليها وتشوفوها. اكتبوا بس كلمة الزنخ. احنا وصلنا لمرحلة خطيرة جدا من ان احنا نستخف بارواح الناس. الروح غالية، ده حتى روح الحيوانات ما بقتش غالية، فما بالك بروح البني ادم. وهنا نصيحة للجميع ان احنا نربي اولادنا على الاخلاق. اللي يشوف فينا ظلم، يشوف فينا قهر، ما يطنش ويمشي، لا، يمسك جواله اللي في ايده زي ما بيستخدمه في الاشياء التانية، يتصل مباشرة على الشرطة ويبلغ عن كل شيء موجود. الشرطة مش هتأثر، الشرطة هتمنع أي حاجة من بدايتها. فبالتالي في استخفاف بالأرواح. وهنا أنا حابب أشكركم على تعليقاتكم واشتراكاتكم في القناة، وأحب كمان أشكر بشكل خاص الأستاذة ولاء حسن اللي ساعدتني في إن إحنا نظبط موضوع الصوت، وحبيت أقول اسمها في الفيديو دوت عرفانا بالجميل ليها، لأن هي دخلت وأرسلت لي موقع وقالت لي إن في مشكلة في الصوت. ففعلا جزاها الله خير. وأشكركم جميعا 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 على وجودكم معايا وعلى التعليقات اللي بتشجعني، أو حتى التعليقات السلبية، ما فيش أي مشكلة. ولكن أتمنى لكم أن أنتم تكونوا دايما بخير، وخليكم بخير. وكان معاكم دكتور عمرو في قصة جديدة، ولسه في قصص جديدة. وأشكركم في أمان الله. مع السلامة.